في بعض المشاكل الزوجيه جات لي على الانبوكس، حد شرفني ان هو يقول عليا ان انا زي اخته، فبيحكي لي عن زوجته انها يعني دايما عصبيه عشان ابتدى يقعد في البيت كتير عشان كورونا كده. فسالته انت بتعمل ايه؟ قال لي انا دايما قاعد على الفيسبوك او الانستجرام، او بخش على الشبكات اللي هي عليها الاخبار، اخبار البلد، اخبار البلاد الاخرى، وبيقعد يقرا. قلت له طب ما عملتش حاجه مفيده ليه؟ قال لي واعمل حاجه مفيده يعني ايه؟ طب هي بتبقى بتعمل ايه؟ قال لي هي يا اما في المطبخ، قال لي بقعد انا وهي بتقعد تطبخ بتنظف. قلت له طب عندك مساعدين في البيت بيساعدوها شغالين بيناولوها؟ قال لي لا. قلت له طيب والعيال قد ايه؟ قال لي 4 سنين و8 ومش عارف و11 ونص. قال لي 12 ونص. قلت له على الاقل تاخد ولادك تنزل تمشيهم في حته مفتوحه، او توديهم مكان يغيروا فيه هوا، عشان ما تبقاش اللغه عصبيه في البيت، وعشان هي تعرف تلم نفسها في البيت بسرعه. انما هي هتقعد تناول العيال وانت قاعد، وممكن تناولك وممكن تعمل لك حاجاتك، وهي كل ده متبهدل. لا ليه؟ ليه يعني؟ انا كمان بحبكم كلكم يا يوسف. فقال لي ما هو كورونا. قلت له بقول لك في حته مفتوحه، خدهم واقعد في البلكونه في الشمس. طب ما الدنيا حر. طيب بلاش تقعد في الشمس، جيب السلم والتعبان من المكتبه واقعد العب مع الولاد السلم والتعبان، لعبه لذيذه. او بنك الحظ اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين، والحاجات دي يعني ايه متداوله وعلى طول شغاله. فلقيت كلامي مش عاجبه، فبطل يرد. يعني انا بعت له رساله وكان رد عليا مره، بعد كده قطع. فقلت ايه، خد كلامي من هنا ووداه الناحيه التانيه هنا، وهو نايم وقع كده الكلام راح في داهيه. المهم لقيته النهارده، ده اللي خلاني رحت داخله عامله شيشوار وحطيت الحتتين الحلوين دول ولبست، وقلت لا ده فتح نفسي، ان كان شاغلني جدا الموضوع ده. دي يقول لي انا متشكر جدا جدا، انا ومراتي مبسوطين مع بعض، وولادي مش عصبيين. عمل لهم ايه بقى الراجل الجدع ده؟ عمل احلى من اللي انا قلته له. حذروا فزروا، عمل ايه؟ ابتدى الله يستر. ولايانا ليه؟ ايه مش فاهمه، متعريين ولا ياكوا ولا ايه؟ ايه رب يسترنا كلنا طبعا. ربنا يخليك يا شيكا. تفتكروا الراجل ده اللي حاضرين معايا من الاول، اللي سمع كلامي قلت له انزل مشي ولادك، قال لي الكورونا ما اقدرش، ومعظم الوقت قاعد في البيت يا اما على الموبايل يا اما على الفيسبوك على شبكات التواصل، بقى يساعد في الحاجات السهله اللي في البيت. وبعد ما بيخلصوا قال لي بقينا نصلي كلنا مع بعض، وبقينا نفكر احنا ناكل ايه مع بعض، ونقف كلنا في المطبخ نعمله. وساعات اقول لها، هو عمل كده من نفسه والله، ما قلتلوش حاجه وحياة ربنا، 3 بنات وولد، ربنا يخليهم لك يا رب. بقى يقول لها انت تعبتي النهارده كفايه عليكي كده، خدي شاور ونامي انت شويه واحنا هنشتغل انا والولاد في البيت. وقال لي بقيت اخلي كل حد من ولادي على حسب مهاراته يعمل حاجه. انا بقيت بقرا واقول ايه، هقرا مصيبه في الاخر، خايفه يقول لي اتطلقنا. لا زوجته بتبقى اهدى، وحست بانهم قد ايه بيتعبوا علشانها وعايزينها ومش عايزين يضايقوها، وبقت حياتهم احسن بكتير جدا. وقال لي جمله انا بشكره عليها، هو بيسمعني دلوقتي وانا قلت له ان انا هقولها. قال لي كاننا بنكتشف بعض، يعني هو وزوجته كانهم بيكتشفوا بعض من اول وجديد.